في غابة محدش بيطلع منها حي، وسط الظلام والعواصف والوحوش اللي بتتصارع عشان تعيش. اتولد طفل غريب، لا بينتمي لعالم البشر ولا لحياة الحيوانات. اتربى بين الذئاب، أكل زيهم وجري زيهم، واتعلم إن الرحمة في الغابة معناها ضعف، والضعف يعني موت. الولد ده اسمه موكلي. بتبدأ الحكاية بطفل صغير اسمه ماوكلي. طفل اتولد وسط الغابة، بس البشر سابوه بعد ما هجم عليهم النمر شرخان. الطفل بيتساب لوحده، بس القدر بيبعته لعيلة من الذئاب. الذئب رخة بتشوفه وبتقول ده مجرد طفل وممكن يبقى واحد مننا، وبتقرر تربيه زي أولادها. ومن اللحظة دي ماوكلي بقى الطفل البشري اللي كبر بين الذئاب. الغابة كلها تعرف قصته، بس مش الكل قابل الفكرة. النمر شرخان من أول لحظة بيشوفه بيقول إن الإنسان عمره ما هيفضل هنا، هيرجع ويدمرنا كلنا. وكلامه طبعا بيزرع الخوف في قلوب الحيوانات التانية. لكن الدب باله والنمر الأسود باجيرة بيقفوا مع موكلي، وباجيرة اللي دايما بيضحك وبيهزر بيبدأ يعلمه الصيد، وبالو بيعلمه ازاي يستخدم دماغه قبل قوته، وبيجيب له عقرب يحطه على وشه عشان يختبر الثبات الانفعالي بتاعه. والاتنين دول بالنسبة له كانوا أكتر من صحاب، بقوا الاتنين زي أهله بالظبط. موكلي بيكبر طبعا وبيتعلم كل قوانين الغابة، ازاي يسمع صوت الحيوانات، وازاي يعرف الريحة، ازاي يحس بالخطر قبل ما يجي. بس في نفس الوقت هو عارف إنه مختلف عنهم كتير، جسمه مش زيهم وسرعته أقل. ومع الوقت بيبدأ يسأل نفسه، أنا فعلا واحد منهم ولا ده تهيؤات، ولا دي إيه بالظبط؟ الغابة وقتها كانت في حالة خوف. شرخان بيقتل كل الحيوانات اللي بتخالف أوامره، وبيسيطر على كل حد بالعنف والرعب. وفي كل مرة موكلي بيحاول يواجهه، بكيرة بيمنعه وبيقول له لسه بدري عليك، الحرب دي مش قوتك. بس الطفل طبعا في قلبه نار مش بتطفي، هو مش عايز يعيش خايف. وفي يوم من الأيام الغابة كلها بتتجمع عند الصخرة الكبرى، المكان اللي الذئاب بتختار فيه القائد. شرخان بيظهر قدام الكل وبيبدأ يهدد، يا تسلمولي الولد البشري يا هخلي الغابة دي كلها رماد. الغابة كلها بتسكت والكل باصص في الأرض، بس الذئب راخة بتقول موكل واحد مننا ومش هنسلمه. والموقف بيولع جدا وشرخان بيبدأ يهجم، لكن بالو وباجيرة بيتدخلوا وبينقذوا موكلي. بعدها باجيرة بياخده بعيد عن الغابة وبيقول له لازم تروح لعالمك الحقيقي، عالم البشر. موكلي طبعا بيزعق له، بيقول له ازاي انت عايزني اسيب اهلي؟ لكن باجيرا بيصر عليه وبيودعه بيمشي، وهو مش فاهم ان الخطوة دي هي اللي هتغير حياته كلها. وبالفعل بيروح لعالم البشر، والأول مرة يشوف نار وبيوت وناس ولبس وأدوات غريبة جدا، والناس كلها بتخاف منه في الأول. بس في واحدة ست طيبة بتشوفه وبتقول إن ده طفل ضايع، وبتاخده تعيشه في بيتها، تحاول تعلمه يتكلم يلبس وياكل زي البشر. بس هو بيحس إنه غريب، صوت الغابة في ودانه وقلبه هناك مش هنا. وفي يوم بيشوف الصيادين وهم راجعين من الغابة ومعاهم جلود حيوانات، ويشوف جلد نمر صغير ويحس ان هو كان عارفه. والمنظر ده بيقلب كيانه، بيعرف ان البشر هم اللي بيدمروا الغابة، وبيقرر يرجع حتى لو كان ده معناه الموت. وبالفعل بيرجع الغابة تاني، بس المرة دي راجل بقى مش طفل. والغابة كلها بتستقبله بدهشة، بس لما شرخان بيشوفه بيضحك وبيقول له رجعت بالنار زي ما توقعت، الإنسان عمره ما بيتغير. فموكلي بيقول له أنا مش واحد من البشر ولا من الحيوانات، والاتنين هيتعلموا مني. وبيبدأ القتال الأعنف في الفيلم كله، شرخان بيهجم عليه وباجيرا وبالو بيدخلوا المعركة معاه، والفيلة كلها بتقف مع موكلي ضد شرخان. والنار بتولع في أطراف الغابة، وموكلي بيتفادى الضربات بسرعة رهيبة، وبيطلع السلاح بتاعه وبيحاول يموت شرخان. ولما بيوقع شرخان في الفخ بيواجهه بعينيه وبيقول له القوة مش انك تخوف الناس، القوة انك تحميهم. وبيقوم جاي مطلع سلاحه ويقضي على شرخان خالص في لحظة حاسمة وينهي القتال. والغابة كلها بتسكت، وموكلي واقف بيتنفس بصعوبة، والحيوانات كلها بتقرب منه وتنحني. بالو بيقول له اهو ده اللي كنت مستنيه منك يا صغيري. وباجيرا بيبص له وبيبتسم كأنه بيقول له كبرت يا بطل كده وما بقاش حد همك ولا ايه. وفي النهاية طبعا موكلي بيقرر يعيش في الغابة مش كإنسان ولا كذئب، لكن كحلقة وصل بين العالمين، الإنسان اللي اتولد في الغابة والغابة اللي علمته معنى الحياة.